كذبة. وأنا في البداية أقول إن جرائمهم في سوريا لا تغفر أبدا ولا تسقط بالتقادم، ولا أبرئهم منها. فحسن وحزبه أو أي طائفة اشتركت ولا زالت في الدم السوري فهم عندي مجرمون، سواء كان حزب الله، سواء كان حتى حد من أهل السنة. لأنه أنتم تعرفون يا إخوة أنه المعارك التي جرت والتي لا زالت في سوريا لم تكن الاعتداءات على السوريين من حزب الله فقط، إنما كان فيه فصائل أيضا من أهل السنة، وكان يقتل بعضها بعضا، ونتج عن ذلك هذا التنظيم الخبيث الذي أطلق عليه اسم داعش. نعوذ بالله تعالى منهم ومن جرائمهم، ونبرأ إلى الله تعالى منهم ومن جرائمهم. فكما نحمل المسؤولية الجرائم في سوريا لحزب الله، فنحن أيضا في فصائل إسلامية سنية أيضا شاركت في الجرائم على الأرض السورية، وهذا لا يختلف عن ذاك. يعني القضية ليس لأن هذا مسلم فنسامحه أو لهذا سني نسامحه، ولأن هذا شيعي رافضي نحاكمه، لا طبعا. الدم محترم، وحرام الاعتداء على أي إنسان من أي إنسان. فإذا كان حزب الله احتل سوريا، فأيضا داعش ومن كان يدعمها من دول عربية زي السعودية والإمارات ومشايخ ودعاة الفتنة كدعاة السلفية الوهابية وغيرهم كانوا يدعمون داعش. ما رأيكم فيما يسمى الآن بالربيع العربي؟ والله ما شفنا ربيع، ما شفنا إلا قتل، ولا شفنا إلا فتن، ولا شفنا. ما هو بربيع، هذا دهر. نعم، اللي مسمينه بهذا الكفار. المسلمين ما سموا هذا الربيع، يسمونه الفتن والشرور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثالث في قول النبي: هو صحيح أنه ربيع للكفار لأنهم يضرون به المسلمين، وهم يسرهم ما يضر المسلمين، يسرهم هذا هو ربيعهم. يعني هات لي أي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح من قبل، تستطيع؟ لا تستطيع أبدا.